تاني علشان الناس اللي مش فاهمة ازاي احنا بنعالج وازاي الناس بتخف. احنا لينا طريقة مختلفة. انا بعمل حاجة اسمها تريتمنت بلان. ده شغل بلاد بره، كل اوروبا بيتعاملوا مع الحالات دي كده او بيعالجوا بالطريقة دي. ممكن تكون الطريقة مختلفة وجديدة علينا، بس والله هي دي بتجيب نتيجة حلوة جدا. طيب بتعتمد على ايه؟ في الكومبلمنتري ميديسن بيعتمد على انه بيعمل حاجة اسمها كومبين ما بين الميديكال نوليدج مع البادي هيلينج. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيجمع ما بين المعلومات الطبية اللي احنا اللي بنجمعها كلها عن الحالة، ونبدأ اننا نتعامل مع الجسم ككتلة واحدة، بنعالجه من كل حاجة مرة واحدة. يعني انت بتجيلي عندك مشكلة صداع وسي مثلا معاها انزلاقات وفي مشاكل في المفاصل وفي مشاكل في قولون، احنا بناخد البادي كله ككولكشن واحد ونشوف مشاكله كلها ايه. وده طبعا بيبقى مبني على الفحوص والاشعاعات والفحوص المعمليه والاشعاعات والكلام ده كله، وبنمسك الحاله من A to Z. فبنعمل لك تريتمنت بلان، مش مجرد جلسه وامشي. طب بالنسبه يا جماعه للحجامه، انا متخصصه في الحجامه فعلا، والحمد لله باحترافيه شديده جدا وخبره 25 سنه فيها. بس مش هي العلاج الوحيد، ده هي جزء بنعتمد عليه. انا بحب ادخله مع التريتمنت بلان. طب ليه؟ لان ليها فايده رهيبه جدا في انها بتسحب الالتهابات. لما يكون انا في مريض بيجيني بيبقى عنده التهابات، بنسحب الالتهابات باي ايه؟ باي حجامه. طيب وبعد كده بنبدا اننا ندي باقي الكورس بقى حاجات تانية. في شغل هيربل، في شغل اللي هو البيفينوم، وفي حاجات كتير جدا. لكن الحجامة هي جزء من العلاج، مرحلة.